نسمع منه طيب الموضوع بالتفصيل. نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر. عمر مساء الخير. مساء النور كابتن سيف، ازي حضرتك؟ وحشني، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ده في البيت وحضرتك كمان والله. انا بسلم على كابتن اشرف وكابتن طارق وكابتن ميدو طبعا. انت فين يا عمر دلوقتي؟ في البيت ولا فين؟ انا والله بعمل اكل يا كابتن. فين؟ بيعمل اكل في البيت. ليه كده؟ مش عايز تجدد ليه يا عمر؟ نعم؟ مش عايز تجدد ليه في الزمالك يا عمر؟ هو اول حاجه بس يا كابتن عايز اقول حاجه باذن حضرتك. انا المفروض اصلا مش بتكلم خالص والله مع حد الفتره دي خالص، يعني اي حد بيكلمني انا قافل موبايلي. بس لما عرفت ان الناس اللي في الاستوديو كلهم بحترمهم وبحبهم جدا، ربنا يخليك يا عمر. ان انا اعمل مداخله معاكم طبعا يا كابتن. ده من ذوقك، ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن. طب يا عمر اتفضل. انا طبعا انا قلت لهم هجدد على بياض، يعني قلت لنادي الزمالك انا هجدد على بياض. زعق شويه يا عمر. انا قلت لنادي الزمالك يا كابتن انا هجدد على بياض. ايوه بس مستني عرض في شهر واحد، اذا العرض ما جاش هجدد نادي الزمالك على بياض. فالناس قالوا لا، لا اما تجدد دلوقتي ما جددش خالص. طب يعني دلوقتي بس فهي دي هي مش مشكله، بس هم الناس بيحبوا برضه يكبروا المواضيع شويه يعني في نادي الزمالك برضه. طب استاذنك بعد اذنك يا سيف. اتفضل يا كابتن. اساله سؤال. عمر ده انا مربيه يعني. اتفضل يا عمر. يا كابتن طارق. يعني انا عارف ان انت زملكاوي وعارف كويس قوي، يعني انا قريب منك جدا وانت قريب مني يعني انا النهارده نادي الزمالك عرض علينا ان انا اجدد. كنا بنتكلم انا وكابتن اشرف وكابتن ميدو دلوقتي ان ايه المشكله لما اجدد واكتب شرط جزائي في عقدي لو جالي عقد مثلا والناس هتوافق، او بند على اساس ان انا اسد الباب ده وما اخليش حد يمسك عليا حاجه، لان انا ابن من ابناء نادي الزمالك البارين، ووالدك كان لعيب كوره محترم في الاسماعيلي برضو وزميلنا. فانا عايز اقفل الباب ده يا عمر. ليه انا ما وافقش ان انا اجدد واكتب شرط جزائي وخلاص واخلع من الليله دي؟ وبرضه يا كابتن كلام حضرتك طبعا محترم وكلام كويس جدا، بس ليه برضه ما نستناش يا كابتن؟ هي يعني مش يعني برضه النادي هو الكبير يا عمر، يعني دايما طبعا. احنا بننتمي نادي الزمالك والنادي هو اللي بيكبرنا. فدي حته تتحسب لك انت وانت صغير في السن وتجدد في النادي في هذا السن، لان هم برضه خايفين انك انت تروح اي نادي تاني، يعني برضه هم عندهم برضه مخاوف. وخلي بالك اصرارهم على التجديد ده بيدل على ان هم عايزينك وان انت مهم جدا، ان انت مهم في تيم الزمالك. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في حاجات كده وانت مغمض ما تفكرش فيها. في لعيبه لا يمكن تلعب النادي الاهلي، يعني وعمر جابر منهم. عمر جابر طبعا. لا يمكن يلعب للاهلي طبعا. احنا قلنا كده على جمال حمزه وجمال حمزه ومحمد ابراهيم. يا جماعه اسمعوا الكلام، يعني كان جمال كابتن قلنا على جمال، بس عمر وقلنا على لعيب. انا هم بص، خلينا نكون واقعيين، في منافسه ومنافسه شديده يا جماعه بين الاهلي والزمالك على خطف اللعيبه من بعض. فعمر انا دي نصيحتي، وانا زي والدك يعني، لو اعتبرتني زي والدك يعني انا شايف ان انت تسد الباب ده وتجدد وتعمل شرط جزائي عشان ما حدش يروح بدماغه الافكار. مش لازم شرط جزائي، او هواجس. بند او اعمل بند لو جالي احتراف في نادي الزمالك يوافق، يعني اي واتيفر يعني انت عندك وكيل. اتفضل يا عمر، اتفضل يا حبيبي. ماشي يا كابتن. انا اي لعيبه كابتن مكاني لو كان حصل معاه في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت كان هيقول لهم انا مش مجدد في نادي الزمالك. حصل ايه يا عمر؟ الكلام اللي كان بيطلع يتقال عليا يعني بعد كل ماتش عمر جابر هو من ناس معينه، يعني عمر جابر خلاص هو اللي مبوظ الفرقه يعني. من ناس معينه جوه نادي الزمالك؟ نعم؟ من ناس جوه نادي الزمالك؟ بدون ذكر اسماء يعني. بس عشان انا مشكله يعني الحمد لله انا اهلي مربيني الحمد لله تربيه كويسه. انا عارفك يا عمر. والحمد لله يعني الواحد الحمد لله على قد ما يقدر كابتن محترم الحمد لله. الولد مؤدب. بس دي طلعت حاجه الواحد التربيه كويسه دي كابتن في الكوره طلعت حاجه مش كويسه قوي بصراحه. الواحد يبقى متربي بزياده. لا ما تقولش كده. طب انا عايز اسالك سؤال يا عمر. دلوقتي في مشكله. انت دلوقتي الوضع او المشهد بيقول ان انت دلوقتي بتقول طب خلاص انا هستنى مثلا اجدد شهر واحد، وان انت مش موجود في التشكيل النهارده بسبب القصه دي، انت هتقعد لشهر واحد في نفس المشكله كده؟ دي مشكله. ما ده سؤال ذكي جدا يا سيف، اشكرك. انا كنت في السكور على فكره يا كابتن في ماتش وادي دجله انا واحمد توفيق. بعد كده حصل ما اعرفش حصل ايه، تاني يوم السكور اتقال 3 بره انا وتوفيق، فما اتكلمتش خالص. وبتمرن النهارده كنت عندي تمرين مع المستبعدين الساعه 10 الصبح، رحت اتمرنت وبتمرن بشكل كويس الحمد لله. ما عنديش مشكله الحمد لله في حته اللعب يعني. مش ارجوك يا عمر معلش، ارجوك يا عمر معلش. كابتن طارق بالله عليك يا كابتن المايك. انا بس عشان خاطري معلش، السؤال اللي ساله سيف ده الاستاذ الحلال بيقول لحضرتك بالله عليك بس خد المايك شويه. هو قال لي كده؟ هو عايز يتكلم يعني. يا جبان يا عمر خد المايك يا عمر. لا اصل انا كابتن يعني انا عارف والله يا كابتن، اصل انا ما بتكلمش الفتره اللي فاتت خالص، فدلوقتي عايز اتفضل يا حبيبي. طب قول اتفضل قول. فلو اي واحد يا كابتن مكاني والله العظيم وتعرض للكلام الفتره اللي فاتت بعد ماتش السوبر مثلا
انا شايف ان انا ما عملتش حاجه يعني الناس الحمد لله انا عادي كنت كويس يعني مش كويس قوي بس عادي يعني. بعد اي ماتش عمر جابر واحمد توفيق لا اصل يعني الواحد برضو مش هيقدر يلعب تحت ضغوط كده كتير. انت واخد قرار بالرحيل يا عمر بعد اذنك؟ نعم يا كابتن ميدو. انت واخد قرار خلاص نهائي بالرحيل في يناير؟ باذن الله يا كابتن يعني مستني حاجه ان شاء الله كويسه في شهر 1. ده بص يا عمر الاجابه اللي انت قلتها لي دي اكتر حاجه تريح. ليه؟ لان انا عارف ان عمر خلاص تعرض لضغوط كبيره في الفتره اللي فاتت في نادي الزمالك. وعشان تاكيدا لكلام عمر انا في رايي ان اي حد تاني اي لعيب تاني كان ممكن يطلع يرد، كان ممكن يخرج عن النص، كان ممكن ما يلتزمش بحاجات معينه، لكن عمر في الفتره اللي فاتت كان مثال للاعب المحترف. بس في مشكله اكتر من لاعب محترف كمان. انا ضد الكلام ده. معلش مع انا لا يا كابتن عمر هيقعد لشهر يناير مش هيلعب يا جماعه كتير جدا. ايوه ما ده اللي انا لا كلامي. بس هو ملتزم وبيتمرن يا سيدي ماشي. التمرين مش كل حاجه يا جماعه. انا خايف عليه فورمته هتضيع. هو خد قرار ان هو يمشي يا كابتن. القصه بتاعته انا بقول لحضرتك عشان كده سالته سؤال يا كابتن. طب انت ايه رايك يا ميدو؟ هو خد قرار خلاص ان هو هيمشي. رايك انت ايه؟ انا رايي بكل امانه ان عمر جابر لو عنده عرض جيد من اوروبا لازم ان هو يمشي. بس ده قاعد لشهر واحد كده، هيقعد لشهر واحد كده؟ المشكله مش في ان هو شهر واحد، المشكله ان هو مشكله عمر انا يعني طب نفرض لا قدر الله يا عمر انت معانا عمر على الهواء؟ معانا يا كابتن معاك. لا قدر الله يا رب ولا يكون، يا رب تروح ريال مدريد. انا اتمنى لك انت عارف الخير، انت زي احمد ابني، بس انا بتكلم في ايه يعني لا قدر الله عقد بتاع اوروبا ده لاي ظرف ما حصلش. لا بس خلي بالك يا كابتن هتخش في حزب اسمع الزمالك. في نقطه مهمه إيه؟ عمر مش فري في يناير، هو ممكن يمضي في يناير لكن يمشي اخر الموسم الجاي. يعني عمر لسه لسه وهو حقه يمضي في يناير للموسم الجديد. فالنادي اللي لازم ياخده النادي اللي لازم ياخده شهور تانيين. انت فين؟ النادي اللي لازم ياخده لازم يدفع عشان يعني انت ممكن تمشي في يناير ويدفع بيك فلوس. بالظبط كده. بس ده موافق نادي الزمالك. انا عارف هو في شرط جزائي في عقده يعني؟ لا يعني يتفق مع نادي الزمالك مع الزمالك. هو قانون الاتحاد الدولي بيتيح لك الفرصه في التفاوض مع انديه اخرى في 6 شهور قبل نهايه عقدك. طب بعد اذنك يا ميدو، بعد اذنك معلش ممكن نسال نعرف منه هو عايز يعمل ايه. نسمعه بس. اتفضل يا عمر. هو كابتن طارق قال نقطه كويسه برضه يا كابتن سيف وكابتن ميدو وكابتن اشرف. كابتن طارق قال ان انا ممكن لقد ما جايش عرض في يناير مثلا او كده، فهعمل ايه؟ انا برضو زي ما كابتن ميدو قال انا هيقل لي ان انا امضي في شهر يناير بس امضي في اخر الموسم. بس يعني ممكن بقى في اسوء الظروف هعمل زي همام بقى، هروح اشتغل مثلا في هولندا في مطعم، اعمل اي حاجه. لا عمر لا انت لعيب كبير. لا انا عايز اقول لك حاجه بس. لا انا بهزر طبعا يا كابتن. تعالى العب معايا يا ابني. تعالى العب معايا. طارق ده شرف ليا يا كابتن. عمر انا حافظه يعني اشتغلت معاه وحافظه. عمر دلوقتي في الفيس في حياته، في المرحله في حياته زي ما جاب الجون في مكان ريد ديفلز كده وراح للناس كلها عمل لها كده. هو دلوقتي الدنيا مقفله معاه، صح يا عمر؟ صح يا كابتن. هو الدنيا مقفله معاه، فانا بفضل ان انت ما تاخدش منه كلام دلوقتي. صدقني انا بحبه لعلمك جدا. انا عارف هو محترم وطيب. هو برضه خلي بالك انا عايز مصلحته. سيف حقه يزعل من حاجات كتيره جدا عشان ابقى برضه ده برضه ابن نادي. كلنا معاك حقه يزعل ان هو بره الفرقه. طبعا حقه يزعل ان هو بره الفرقه. ليه؟ لان هو حاسس ان هو مش بره الفرقه لاسباب فنيه. ودي نقطه مهمه جدا. اكتر حاجه توجع اللعيبه يا كابتن اشرف ان انت تحس ان انت بره الفرقه لاسباب غير فنيه. بالظبط. ودي كابتن ميدو. ايوه يا فندم. ممكن اسالك سؤال بس؟ اتفضل. لو اي واحد يا كابتن مكاني ومثلا الكلام اتقال عليه وكده كان هيسكت ولا لا بصراحه؟ ده انا قلته يا عمر، انا قلت ان انت كنت مثال للعيب المحترف وخليك برضه زي ما انت، خليك زي ما انت. وحتى كابتن لما انا دلوقتي لما اتكلم انا غلطت في حد ولا لا خليك زي ما انت، عمر الناس كلها عارفه عنك يا عمر ان انت مثال للادب. يعني انا طلعت قبل كده قلت اتمنى ان اولادي يبقوا زي عمر جابر. انا قلت كده في الاعلام لان عمر بره يعني راجل ولد محترم متواضع. خلصت يا عمر؟ سيب عمر يتكلم. طيب بس هو ما يتكلمش يا بص يا عمر. برضو حرص نادي الزمالك هي النقطه اللي قالها ميدو، انا موافقه تماما ان انت تحملت كثيرا وفعلا كنت نعمه المحترف ونعمه الاخلاق والكلام ده كله. انا متفق لان انا عشت معاك فتره طويله وكنا مع بعض في العيد اللي فات. انا بكلمك على نقطه مهمه جدا، ان حرص الزمالك وعلى راسه رئيس النادي انه يجدد مع عمر جابر، ان هو مش عايز يسيب عمر جابر للاهلي او يسيب عمر جابر للمصري او يسيب عمر جابر فده حرص منه. هو ممكن يكون الاسلوب شويه او الطريقه شويه كانت لو اسلوب ضغط يعني جامده، كانت جامده شويه
وات ايفر بقى، يعني هو قاصد مش قاصد، لكنه ممكن يكون الطريقه كانت جامده عليك شويه او صادمه بالنسبه لك شويه، لكنه في الاول والاخر خلينا ناخد الجانب الكويس اللي فيها، اللي هو ايه؟ اللي هو حرص نادي الزمالك على تجديد عمر جابر واحمد توفيق لقيمتهم الفنيه في الفريق. طب كابتن طارق بعد اذن حضرتك بقى رد. بس يا كابتن ممكن اول حاجه بقى، بس يا كابتن عمر ما التجديد يا كابتن ايا كان لاي لعيب هيجي برده بالله الدراع، يعني ما حدش هيلوي دراعي وامضي. تمام. او مثلا او حد هيضغط عليا وهمضي، لا التجديد يا كابتن انت واضح زي ما ميدو انت واخد قرار خلاص. لا عمر انا ليا بس كلمتين هقولهم لك يعني من وجهه نظري ضعيفه جدا. انت دلوقتي واضح ان انت اخد قرار انا مش هلعب في مصر غير لنادي الزمالك. تمام خلاص ده موضوع محسوم. واضح ان انت بتقول ان انا مستني حاجه في شهر واحد همضي. المفاجاه اللي عرفتها من ميدو ان انت مش هتروح في واحد، لا ده انت لسه قدامك شويه. انت النهارده راجل نجم ومنتخب مصر محتاجك وبتلعب في اي فريق، ما تقدرش النهارده ان انت تبطل 3 4 5 شهور، لان التبطيله دي في الكوره بتاخد وقت كبير جدا في الرجوع. فانت النهارده هقطع كلام حضرتك ممكن معلش باذن حضرتك. اتفضل. هو التبطيله دي يا كابتن بايد انا؟ ما انا هقول لك بس واحده ما انا هقول لك. فانت معلش انت واضح دلوقتي ان انت متضايق، خليك عملي، يعني خليك كلاعب محترف وخليك لاعب عملي. انت ليه النهارده ما تمضيش في نادي الزمالك وتحط شرط مثلا زي محمد ابراهيم او زي عبد الشافي ان انت النهارده ترجع؟ لا ما حدش كان عايز شرط يا كابتن، معلش بقطع كلام حضرتك، ما حدش كان عايز شرط خالص. على محمد ابراهيم يعني يا فندم؟ على محمد ابراهيم وعبد الشافي ما كانوش حاطين شرط في عقدهم، شرط جزائي. يعني هم ماضيين مش هم ماضيين ان لو جالهم حاجه يروحوا؟ لا انا ومحمد ابراهيم ماضيين على بياض يا كابتن. يا ابني لو انا موجود ليا نايف في مصر تعالى خلاص انا هستضيفك من لساته المستشار وتيجي تلعب معايا 6 شهور دول عشان افوقك وتروح على الاحتراف. عمر جابر شكله زمالك، ما ينفعش يا كابتن يلعب في حته ثانيه. لا هو هيجدد. ده شرف ليا يا كابتن طارق والله. هو هيجدد حبيبي يا عمر يقعد في النادي، بس الدنيا بس تهدى بينه وبين المسؤولين. لا ممكن يا كابتن، ممكن اقول لك نصيحه يا عمر، انا قلت لك قبل كده. اتفضل يا كابتن ميدو. انا وقلت لك الكلام ده قبل كده، وقلت لك انت ومحمد يا اما روح نادي كويس وبفلوس كويسه في اوروبا، يا اما اقعد في الزمالك. ليه؟ لان انت لازم تفهم النقطه دي كويس قوي يا عمر. انت ما عندكش 18 سنه. يعني ايه؟ لو انت عندك 17 18 سنه اروح اي حته العب في اي نادي عشان ايه؟ يحصل لي البروجرس واتطور وبعد كده اخد خطوه زي ما زيدان عمل وزي ما انا عملت ومحمد صلاح. انما انت في سن لازم تروح حته كويسه. يعني انا النهارده وانت اتكلمت معايا في النقطه دي قبل كده، انا النهارده هفرح لما اسمع ان عمر راح نيس الفرنسي، ليل الفرنسي، تولوز، راح اندرلخت البلجيكي، راح ستاندرد ليج البلجيكي، راح بروج البلجيكي، راح بي اس في، راح. هو ده الحته اللي انت لازم تروحها. اوعى تنسى يا عمر وانت بتتفاوض مع حد ان انت راجل عندك اتليست 30 ماتش دولي. تمام. يعني النقطه دي مهمه قوي. يعني ما تصغرش نفسك يعني. بس بالظبط. يعني في فرق يا كابتن، لو انت رايح عندك 17 سنه وانت عندك 17 18 سنه، انا رحت اختبرت. بس هي في حته مهمه قوي ميدو. عمر لازم تعرف ان اي لعيب الناس بتجري وراه او مصر كلها بتتكلم عليه او بيبقى ليه اهميه طول ما هو واقف على رجله. الحته دي معلش عشان خاطري، ما هو واقف على رجله يعني موجود في الملعب. يعني طول ما انت موجود في الملعب وطول ما انت بتأدي، طول ما انت في منتخب مصر كلها هتكلمك وهتفضل واقف على رجلك. طبيعه الكوره كده. لا قدر الله النهارده لو اخذت اي موقف، حصل لك اي حاجه، بعدت عن الساحه وبعدت عن المنتخب، بعدت عن نادي الزمالك، اعرف ان عمر جابر نزل 50%. هل الموضوع ده في دماغك؟ اكيد طبعا في دماغي التمثيل، بس هي طبعا في الاول تبقى قضاء وقدر، تبقى حاجه بتاعت ربنا. يعني انا مثلا لو انا بستبعد عن الماتشات الفتره دي مع نادي الزمالك، مش قرار فني طبعا، بيبقى قرار ممكن من مجلس اداره او قرار اداري، ما بقدرش اتكلم فيه طبعا، بحترمه كل حاجه، بس برضه مش قادر اتكلم فيه. بس انا بتمرن زي ما قلت لحضرتك، بتمرن، بعمل اللي عليا، بسيب بقى ربنا. العب ما العبش، ما بتكلمش خالص ولا هتكلم حتى كده. ان شاء الله باذن الله. كابتن طارق قال ممكن اللي انا اجدد دلوقتي واحط شرط جزائي، ما انا ممكن اجدد دلوقتي ويحصل معايا نفس الكلام اللي بيحصل. فليه يعني؟ فانا مش هقدر اقعد تاني في نادي الزمالك واتحط تحت الضغوط دي. تمام. توفيق يا عمر. بص يا عمر، احنا بنتمنى لك كل التوفيق طبعا. بشكرك شكرا جزيلا. انا عارف ان انت ما بتخش وما بتتكلمش كتير.